شكرا. السؤال الثاني من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وموضوعه تعرض الاحتجاجات للقمع من طرف القوات العمومية. يتقدم أحد السادة المستشارين. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن السبب الحقيقي لتعرض وقمع الاحتجاجات السلمية من طرف القوات العمومية، وشكرا. سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة المستشارون، في الحقيقة هذا السؤال هذا احنا كنا طرحناه هذه أكثر تقريبا من سنة، ولأن السيد الوزير الداخلية السابق ما كانش كيحضر الجلسات فاضطرينا أننا نطرحوه الآن، وكنشكر السيد الوزير لحضوره على وجوابه على سؤالنا. في الحقيقة جوابكم ما جاش كيشفي الغليل، وحنا كأعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعرضنا كأشخاص يعني تعنيف في الاحتجاجات وفي التظاهرات، وكنأكد لكم سيد الوزير بأن ما كاين لا تجاوز من طرف المتظاهرين ولا أي شيء. والمسيرات والاحتجاجات والوقفات اللي كانت مؤخرا واخرها ديال 8 يوليوز الاخير اللي كان فيها مجموعه ديال الناس اللي ما يمكنش نشكوا بانهم كذبوا او لا فبركوا فيديوهات ولا اي شيء، كاين فيهم مستشار سابق للسيد الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول السابق، واللي عنف لمجرد انه مشى كينبه السلطات العموميه ان طريقه تفريق التظاهرات كانت غير قانونيه. كاين ايضا قمع اللي يتعرضوا له النقابيين في اعتصامهم ضد انتهاك حقوقهم. نعطيو مثلا ديال شركه مركز الحليب دانون، اللي بدل انكم كحكومه تساعدوا هاد الناس على الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، كتوقفوا في اتجاه المستثمر الاجنبي لضرب هذه الحقوق وتشريد هؤلاء العمال و يعني رميهم الى المجهول. اضافه منع مثلا المسيره ديال اللي كاينه اللي غتكون يعني اللي اعلنوا عليها الناس في 20 يوليوز، كنعتقدوا احنا في الكونفدراليه بانها غير سليمه، لان المنع ماشي هو الحل هو الحوار، هو الانصات، وهو فتح الحوارات القطاعيه، فتح الحوارات مع جميع المحتجين، لان الناس كتحتاج على مطالب اجتماعيه وعلى مطالب اقتصاديه اساسا. وفي هذا الاطار كنبهوكم سيد الوزير انكم يمكن من الوزارات القليله اللي رافضه يعني تفتح حوار اجتماعي قطاعي بناء على مذكرة السيد رئيس الحكومة للأسف. فإحنا كندعوكم من هذا المنبر إلى تدارك هذه المسألة هذه، وكنزيدوا نأكدوا أن المقاربة الأمنية والمقاربة ديال التعنيف راها ماشي هو الحل، والاحتجاج خصوصا الوقفات هي ما كتحتاجش كما يعني يعرف الجميع، ما كتحتاج تصريح ولا يعني بتاتا ما كتهددش نهائيا الامن العام، بل ما يهدد الامن العام هو اللجوء الى القمع والى التعنيف والحط بالكرامه ديال المواطنين. وشكرا.